هو اعتقد ان هو دوره شويه في حق حقوق معينه. بس القصيده اللي انا كاتبها لها اعتقد ان هي ما خدتش حقها، فانا حاولت ان انا اديها حقها في القصيده، فاتمنى ان هي تعجب ان شاء الله. ان شاء الله. القصيده بعنوان انثى تساوي 100 جدع، ولانها مخلوقه من ضلع الوجع، ولانها عشق الجدع وهبت حياتها لخدمته. كانت ابتسامه في عز لحظات الالم، كانت دفى غزلت من الرمش الوفا، غرقت حياتهم في العسل إلى منتهى. الحلم صعب لكنها قادرة تملك قصته، كانت له مصدر قوته، ولأنه كان عترة وجدع كان ليها فارس. الدمعة لو زارت خدودها يضمها ضمة حنان، القلب لو يوم اشتكى يبقى الأمان لمسة إيديه. كانت عينيه وكانت ابتسامة دنيته، رفض الزمان غير انه يلعب لعبته. مات الجدع سايب عياله في حضنها، ولانها انثى تساوي 100 جدع، ولانها شبعانه من صدر امها، ولا الف حد يهمها ولا الف حد يهزها. حلفت تحقق حلمهم، صبحت ابوهم وامهم، عبرت تضاريس الحياة على مرها. يا مؤمنة يا ملهمة يا معلمانا الوقفة في وش الزمن، رفض الزمان انه عليهم يؤتمن. عمرك وجهدك دمك وطهرك كان تمن، ما قدرش ابدا يدفعوا اعتى الرجال. يا هدمة من ضلع الوجع كل المحال، يا مبدعة في صنع الرجال. مين بس يقدر يشكرك في زمن الرداءة والبدع، ولإنها مخلوقة من ضلع الوجع، فما كانش شيء بيهمها غير إنها أنثى تساوي 100 جدع. جميل. الله جميل. الله يحفظك. قول لي مين الشعراء اللي انت بتحبهم؟ طب تحب تقرا لهم؟ أساتذتنا طبعا عبد الرحمن الأنوزي، نجم اسماعيلاوي. بص اسماعيلاوي هو عاش في الإسماعيلية، ولكن هو من أبانود وهم يعني هم الصعيدة، هم أهل الشعر، احنا بنتعلم منهم الشعر يعني. وهو بس هو عاشق الإسماعيلية لأن يمكن الإسماعيلية جميلة يعني، هو هي بتحتوي الناس يعني، فاهم حضرتك؟ فهو حتى آثر إن هو يدفن في إسماعيلية حتى يعني. عبد الرحمن الأنوزي مدرسة يعني. في طبعا نزار قباني. عبد الرحمن النهارده مش عايز يحفظ غير نزار قباني، ما اعرفش فيه مشكلة يعني. بيحب يعشق نزار قباني، عامل له مجموعة قصايد علشان يحفظ، مثلا يفكر يشوف اللي تعجبه يحفظها. فسايب مثلا أمل دنقل، سايب ناس كتير قوي. هو مركز على نزار، معرفش لا هو ايه السبب؟ ممكن يشمع ثورية وأنا بحب النوع ده أوي. انت ثوري؟ إسماعيلية لازم يكون ثوري. أرض النضال. يعني إسماعيلية والسعيد فيها شغن كبير وكان بيحب أصلا وطنه أوي، فأنا عشان كده حبيت. هتسمعنا ايه؟ هقول قصيدة بعنوان 5 رسائل إلى أمي للشاعر نزار قباني. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديستي الحلوة، مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه ترابينا من النعناع والزعتر وليلة دمشقية أنا وحدي دخان سجائري يفجر ومني مقعدي يبشر وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيضر. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الإسلام
من سوى الخشب عرفت حضارة التعب وطفت الهند طفت العالم الأصفر ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي رائق السكر وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر أيا أمي أنا الولد الذي أسهر ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أصبر صباح الخير من مدريد ما أخبارها الفلة بها أوصيك يا أماه تلك الطفلة فقد كانت أحب حبيبة لأبي يدللها كطفلته ويدعوها إلى فنجان قهوته ويسقيها ويطعمها ويغمرها برحمته ومات أبي ولا زالت تعيش بحلم عودته وتبحث عنه في أرجاء غرفته وتسأل عن عباءته وتسأل عن جريدته وتسأل حين يأتي الصيف عن فيروس عينيه لتنثر فوق كفيه دنانيرا من الذهب سلامات إلى بيت سقانا الحب والرحمة إلى أزهارك البيضاء فرحة ساحة النجمة إلى تحتي إلى كتبي إلى أطفال حارتنا وحيطان ملأناها بفوضى من كتابتنا إلى قطط كسولات تنام على مشارفنا وليلة معرشة على شباك جارتنا مضى أعمان يا أمي ووجه دمشق عصفور يخربش في جوانحنا يعض على ستائرنا وينفرنا برفق من أصابعنا مضى عامان يا أمي وليل دمشق كل دمشق دور دمشق تسكن في خواطرنا معازنها تضيء على مراكبنا كأن معازن الأموي قد زرعت بداخلنا كأن مشاكل التفاح طابق في ضمائرنا كأن الضوء والأحجار جاءت كلها معنا أتى عيلول يا أمه وجاء الحزن يحمل لي هداياه ويترك عندنا فزعتي مدامعه وشكواه أتى عيلول أين دمشق أتى عيلول أين دمشق أتى عيلول أين دمشق أين أبي وعيناه وأين حرير نظرته وأين عبير قهوته تفرح مال مثواه وأين رحاب منزلنا الكبير وأين نعماه وأين طفولتي فيه أجرجر ذيل قتته وآكل من عريشته وأقطف من بنفشاه دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبناه ويا طفلا جميلا من ضفائره صلبناه جثونا عند ركبته وذبنا في محبته إلى أن في محبتنا قتلناه. البيت كله شعري دلوقتي ولا ايه الاخبار؟ يعني عندي 4 سنين جنى بتقول شعر. المجال بقى فين؟ انا عايز اعرف يعني ايه اللي بيحصل لما تلاقي هذا الجو الشعري؟ هل هي كمان بتكتب شعر ولا هي حقيقي هي اللي بتحفظهم. يعني هي اللي بتقعد معاهم. يعني ايه الجديد اللي انت حفظته؟ ما ينفعش يبقى عندك 1 2 3
لازم تنمي نفسك، لازم تزود نفسك، لازم يكون عندك رصيد عشان لو في مسابقات يبقى عندك الاختيار اكبر. هي ماسكه الدور دون، وهي الحمد لله. يقول لك كتير قوي هيك لا هي بس المشكله ان انت يعني دايما للوطن، دايما هنا مفيش حاجه. هي دي المشكله يعني عايزه يعني كنا ان شاء الله ربنا يسترها ان شاء الله يعني. طيب الادب دوره ايه جوه الاسره، خاصه لما يكون ادب شاعر؟ هل في متطلبات معينه ومهام معينه يقوم بيها وحضرتك بتنصح بيها كل ادب شاعر؟ لازم يكون رب الاسره، بمعنى ان هو المسؤول عن الاسره، هو حمايه